ظواهر جوية صعبة تنتظر المغرب هذا المساء وغدا الجمعة، وهذه لائحة المناطق المعنية. أطيب الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في نشرة أخبار المغرب العاجلة، وهذه التفاصيل. ساعات قليلة تفصلنا عن ظواهر جوية مرتقبة قد تكون قوية في بعض المناطق كما سبق في نشرات سابقة، وهي كالتالي: رياح قوية مرتقبة مع اقتراب الاضطراب الجوي. رياح من المتوقع أن تتراوح سرعتها ما بين 70 و 90 كم في الساعة ابتداء من منتصف نهار اليوم إلى الساعة الأولى من صباحة يوم الجمعة. الأقاليم المعنية أكثر بقوة الرياح هي أسفي، إفران، الجديدة، الحجب، الحسيمة، الخميسات، الدار البيضاء، الرباط، الصخيرات، تمارة، العرائش، القنيطرة، المحمدية، المضيق، الفنيدق، الناظور، نواصر، برشيد، بركان، بن سليمان، بولمان، تازة، تونات، تطوان، تنغير، خنيفرة، دريوش، سالاس، سيدي بن نور، سيدي سليمان، سيدي قاسم، شفشاون، صفرو، طنجة، أصيلة، فاس، الفحص، أنجرة، مديونة، مكناس، مولاي يعقوب، ميدلت، وورزازات، ووزان. تساقطات مطرية قوية قد تتعدى 30 ملم في ظرف بضع ساعات فقط ابتداء من مساء هذا اليوم من الساعة 6 مساء على الشمال الغربي إلى صبيحة يوم غد الجمعة، فيما يلي المناطق المعنية بكل من طنجة، أصيلة، الفحص، أنجرة، العرائش، شفشاون، المضيق، الفنيدق، تطوان، إفران، الحجب، الرباط، الصخيرات، تمارة، القنيطرة، بن ملال، تازة، صفر، مكناس، مولاي يعقوب، ووزان.